هو مبدأ كرة القدم، لا بد من منتخب فاز وآخر خاسر، وهو منطق الجماهير بعد المباريات، ما بين فرحة للفوز وأخرى حزينة للخسارة. فمع فرحة الجماهير الإسبانية بالتتويج باللقب، خرج جماهير إيطاليا راضية عن مشاركة منتخبها وحزينة على الخسارة الثقيلة التي منيت بها في النهائي. صورة أقرب في تقرير موفدنا إلى هناك حسام محمود السليم. فاز المنتخب الإسباني على منتخب إيطاليا برباعية نظيفة ليتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وليؤكد أنه الأفضل ليس على مستوى القارة العجوز فحسب وإنما على مستوى العالم. وبفوزه باللقب أكد الماتادور أنه على قدر المسؤولية التي حملتها الجماهير إياه قبل انطلاق البطولة، فكان المرشح الأفضل للاحتفاظ باللقب نظرا للمستوى الذي قدمه خلال السنوات الأربع الماضية. وعلى الرغم من تغيير المدير الفني للمنتخب، إلا أن المنتخب حافظ على صورته التي رسمت بتشكيلة مثالية تبدأ بالحارس كاسياس ولا تنتهي أبدا عند إنيستا وتشافي. بالمقابل استحق منتخب الأزوري الاحترام على أدائه في البطولة مع استثناء رباعية النهائي. نفتخر بهذا المنتخب، لكن الخسارة في النهائي برباعية صعبة جدا. نحن بلد كرة قدم، والشعب الإيطالي بمختلف شرائحه يحب هذه الرياضة، ولذلك نحن نحب منتخبنا وسنبقى خلفه. نعتز بهذا الجيل من اللاعبين الذين قدموا كل ما في وسعهم، وعلى الرغم من خوض منتخبنا الشوط الثاني ب10 لاعبين إلا أنه صارع بقوة. بكل الأحوال فاز الأفضل، والمنتخب الإسباني كان الأفضل. وقد أصبح المنتخب الإسباني أول منتخب يفوز ببطولة أوروبا ثم بطولة العالم ثم بطولة أوروبا، بعد أن كان هذا الإنجاز قريبا من منتخب ألمانيا الغربية بين عامي 72 و 76. كما تساوى الماتادور مع منتخب ألمانيا بعدد مرات الفوز بالبطولة، فلكل منهما 3 ألقاب. وعلى صعيد الألقاب الفردية فقد توج إنيستا بلقب أفضل لاعب في البطولة بعد أن أثبت من جديد أنه أفضل مهندس لبناء هجمات منتخب بلادهم. يوجد لدينا جيل من اللاعبين الشباب الذين استحقوا لقب البطولة، ومنذ انطلاق مباريات اليورو كانت الترشيحات تصب في مصلحة منتخبنا. انتهت بطولة أوروبا وانتهى معها فصل جديد من فصول كرة القدم في القارة العجوز، لتبدأ المنتخبات بالتحضير للمنافسة للتصفيات المونديالية قبل أن تعود من جديد للمنافسة للتصفيات الأوروبية، لكن بعدد أكبر من المشاركين في البطولة التي ستقام في بلاد العطور. حسام محمود السليم، روسيا اليوم، من العاصمة الأوكرانية كييف.